المغرب يرسخ مكانته في 2025 كقوة إقليمية لا تتزعزع. من موانئ طنجة إلى مصانع الدار البيضاء وصولاً إلى أعماق الصحراء المغربية، منظومة متكاملة من القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية تتصدى لكل التحديات. بتسليح حديث واقتصاد ديناميكي ودبلوماسية تمتد من عمق إفريقيا إلى عتبات أوروبا، يفرض المغرب نفسه رقماً صعباً على الساحتين الإقليمية والدولية. وعلى ضفتي مضيق جبل طارق تتصاعد شرارة توتر يلوح في الأفق على خلفية قضية سبتة ومليلة الخاضعتين للإدارة الإسبانية. فكيف استطاع المغرب تحقيق هذا التموضع الاستراتيجي؟ وما هو سر صموده وصعوده رغم التحديات؟ وإلى أي مدى يمكنه التأثير في مستقبل القارتين السمراء والعجوز على حد سواء؟ الجواب على الخريطة. يجعل موقع المغرب الاستراتيجي في شمال غرب أفريقيا منه محطة اهتمام وتجاذب بين القوى الإقليمية والدولية. انظروا إلى سواحل المغرب الطويلة الممتدة لأكثر من 3500 كيلومتر، تتحكم في مداخل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعله نقطة جذب ويضعه على بعد 14 كيلومترا فقط من أوروبا عبر مضيق جبل طارق، وهو ممر حيوي تمر عبره 100,000 سفينة سنويا تقريبا. يفتح المحيط الأطلسي غربا أمام المغرب أبواب التجارة العالمية، إذ يعالج ميناء طنجة الذي بدأ تشغيله في 2007 وأصبح بحلول 2025 أكبر ميناء في أفريقيا، متوسط 9 ملايين حاوية سنويا، ويسهم في جذب الاستثمارات الأوروبية والأمريكية أيضا. أما البحر الأبيض المتوسط شمالا فيعزز من جهته دور المغرب كوجهة تجارية، مع تجاوز الصادرات المغربية 45 مليار دولار في 2024 فقط، مما يجعل المغرب محط أنظار القوى الاقتصادية الكبرى. كما أن قربه من الساحل الإفريقي يجعله بوابة لدول الساحل والصحراء، ويثير أطماع الدول التي تريد النفوذ في هذه المنطقة غير المستقرة. موقع المغرب الاستراتيجي جعله هدفاً للاستعمار الأوروبي في الماضي، وبقيت حدوده منذ ذلك الحين نقطة توتر. وقد أثارت صحف إسبانية جدلاً سياسياً بنشر تقارير عن إمكانية حدوث مسيرة خضراء جديدة بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى المسيرة الخضراء عام 1975 التي أفضت إلى دحر الاحتلال الإسباني لمناطق صحراوية في المغرب. تحدثت صحيفة الإسبانيول عن مخاوف من تأثير تطور العلاقات الأمريكية المغربية على الوضع الجيوسياسي لسبتة ومليلة، ومن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على المدينتين الخاضعتين للسيادة الإسبانية، على اعتبار أن ترامب سبق أن اعترف في فترته الرئاسية الأولى بسيادة المغرب على الصحراء. تقع مدينة سبتة في أقصى الشمال المغربي، مطلة على مضيق جبل طارق، تبلغ مساحتها نحو 19 كيلومترا مربعا، وعدد سكانها 77 ألف نسمة. فيما تقع مدينة مليلة في شمال شرقي المغرب، مساحتها 12 كيلومترا مربعا، وعدد سكانها نحو 79 ألف نسمة. وعملت إسبانيا على تكريس الوضع القائم بعد منح المدينتين حكما ذاتيا بموجب قرار البرلمان الإسباني الصادر عام 1995. في المقابل،
يستعد المغرب لنشر كتائب برية متخصصة في أنظمة الحرب الإلكترونية في مناطق قريبة من سبتة ومليلة. هذا وفق ما نقلته صحيفة لاراسون الإسبانية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز قدراته العسكرية الدفاعية عبر تنفيذ عمليات باستخدام أنظمة متطورة للتشويش وتعطيل القدرات المعادية سواء في مجال الاتصالات أو الرادارات. وأضافت الصحيفة أن الجيش المغربي درب هذه الكتائب البرية المتخصصة في أنظمة الحرب الإلكترونية. على أي حال، انخرطت القوات المسلحة المغربية في برنامج تحديث عسكري بانفتاح المملكة على بعض أسلحة الحرب الجديدة الأمريكية والصينية والتركية لتوفير أحدث التقنيات لمختلف أنواع العمليات العسكرية. يفرض موقع المغرب عليه دورا حاسما في ضمان الأمنين الداخلي والإقليمي. تقدم المغرب إلى المركز 59 ضمن تصنيف جيوش العالم لعام 2025، واحتل المرتبة 6 عربيا وفق تقرير Global Firepower للقوة العسكرية. وقد خصص المغرب ميزانية عسكرية لعام 2025 وفقا لمشروع قانون المالية لهذا العام تعادل نحو 13.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 900 مليون دولار عن ميزانية الدفاع لعام 2024. وفيما يعد نحو 18 مليون شخص متاح للخدمة العسكرية، يقدر عدد الأفراد العاملين بالخدمة العسكرية الفعلية بحوالي 396 ألف. يمتلك المغرب وفق التقرير قدرة عالية على تعبئة قواته في حالات الطوارئ أو الحروب الإقليمية. يضم أسطول المغرب الجوي مقاتلات هجومية وطائرات نقل وتدريب، من بينها 83 طائرة مقاتلة مع 50 طائرة جاهزة للقتال و48 طائرة من طراز F-16 تم شراؤها من الولايات المتحدة الأمريكية بصفقات بدأت ب2008 وتوسعت لاحقا، إضافة إلى عشرات طائرات الهليكوبتر ومروحيات أباتشي الهجومية التي تم التعاقد على 24 منها مع بوينغ في 2020 مع تسليم معظمها بحلول هذا العام، مما يعزز قدرات المغرب في الحرب المضادة للدبابات والعمليات الليلية. يشمل الأسطول الجوي المغربي أيضا 12 مسيرة من طراز بيرقدار التركية TB2 و6 طائرات وينغ لونغ 2 الصينية أيضا التي اقتناها المغرب، مما يتيح المراقبة هذه المرة والضربات الدقيقة. وبالنظر إلى امتداد كما رأينا سواحل المغرب على مئات الكيلومترات على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فإن جيشه يعتمد على أسطول بحري حربي يتكون من 6 فرقاطات بحرية و105 سفن دورية. أبرز فرقات نتحدث عنها هنا هي فرقاطة فريم محمد السادس منذ 2014 مع خطط لاقتناء فرقاطة أخرى بحلول عام 2025 من فرنسا، مزودة هذه المرة بأنظمة صواريخ مضادة للسفن والغواصات. تم شراء 3 فرقاطات من هولندا مجهزة بصواريخ إكزوسات لتعزيز الدفاع الساحلي على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. نصل الآن إلى القدرة البرية. تملك المغرب قوات برية على حوالي تمتلك نحو 903 دبابات مع جاهزية تقدر ب 542 دبابة، فضلا عن أكثر من 7800 مركبة مدرعة و396 قطعة مدفعية ذاتية الدفع و153 مدفعا تجره العربات، بالإضافة إلى 129 قاذفة صواريخ متعددة. إذا من بين الدبابات التي نتحدث عنها أيضا وبإطار التعاون الأمريكي المغربي هناك 222 دبابة أبرامز أمريكية تم تحديثها بصفقة أمريكية ب 2016 مجهزة بأنظمة حماية متقدمة ومدافع 120 ملم. نضيف إلى ذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع أمريكية الصنع وصواريخ هايمارس التي بدأ التفاوض عليها في 2023 لدعم العمليات بعيدة المدى. يجعل موقع المغرب مع التسليح الحديث البلاد قوة ردع ضد التهديدات البحرية
والبرية أيضا، مع قدرة كبيرة على التأثير. عمد المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع قدراته الصناعية العسكرية مع تشييد منشآت جديدة في إطار شراكات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الدفاعية للبلاد وتقليل الاعتماد على موردي الأسلحة الأجانب. عمد المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع قدراته الصناعية العسكرية مع تشييد منشآت جديدة بإطار شراكات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الدفاعية وتقليل الاعتماد أيضا على موردي الأسلحة الأجانب. أبرزها مركز متطور للصيانة والإصلاح والتجديد والتحديث للطائرات العسكرية والمروحيات مام في ضواحي قاعدة بن سليمان الجوية على مساحة 15 ألف متر مربع، وهو مشروع مشترك بين الحكومة المغربية وشركة لوكهيد مارتن ومجموعة أوريزيو البلجيكية. يدعم صيانة أصول القوات الجوية المغربية مثل مقاتلات F-16 وطائرات النقل C-130. وفي الرباط أنشأ المغرب مصنع إنتاج للطائرات بدون طيار بلو بيرد سيستمز لإنتاج أنظمة درون، أعلن عن منشأة بأبريل 2024 وستنتج نماذج مثل طائرات وندر بي وثندر بي بدون طيار المخصصة للاستطلاع والاستخبارات واكتساب الأهداف. أما في الدار البيضاء فأقام المغرب منشأة تاتا أدفانس سيستمز للمركبات المدرعة، هو مصنع لإنتاج المركبات القتالية المدرعة وبالأخص منصة تاتا واب 8x8 المدرعة البرمائية ذات العجلات. وقد تم توقيع اتفاقية بيونيو 2024 بين وزارة الدفاع المغربية وشركة تاتا أدفانس سيستمز الهندية. يتم العمل حالياً أيضاً على إنشاء منطقتين مخصصتين للصناعات الدفاعية والأمنية لإنتاج الذخائر والأسلحة والمركبات القتالية والمسيرات والمعدات البصرية الإلكترونية وغيرها من التجهيزات العسكرية، بالإضافة إلى عمليات الصيانة. لم يتم الكشف عن المواقع المحددة، لكنها تتماشى مع هدف المغرب لإنشاء صناعة دفاعية محلية قوية. تعكس أيضاً هذه التطورات استراتيجية المغرب لتعزيز الاكتفاء الذاتي بالصناعات الدفاعية والاستفادة من الشركات الدولية لنقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل. إلى جانب القدرات العسكرية يملك المغرب أوراقاً استراتيجية تعطيه ثقلاً إقليمياً وعالمياً أيضاً، فقد عزز المغرب في 2024 مكانته كمركز صناعة وتجارة إقليمي مع تركيز على السيارات والطيران والطاقة الخضراء، مدعوما ببنية تحتية قوية واستثمارات أجنبية. وفيما تهيمن المناطق الشمالية والوسطى على الإنتاج الصناعي، يبرز الجنوب بالاستدامة، مما يعكس تنوعا اقتصاديا ملحوظا على الخريطة المغربية. تبرز الدار البيضاء كأكبر مدينة اقتصادية في المغرب وأفريقيا ومركز اقتصادي وصناعي أيضا، مع مصانع للسيارات ومنشآت للصناعات التحويلية. وصلت صادرات المغرب من السيارات إلى مستويات قياسية بعام 2024 سجلت نحو 12.6 مليار دولار بحلول نهاية العام وفق أحدث التوقعات بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة. شهدت صادرات الطيران أيضا نموا بنسبة 17% تقريبا بالأشهر العشرة الأولى من 2024، متجاوزة مليارين و200 مليون دولار، يعني متفوقة على الرقم القياسي لعام 2023 بأكمله. تضمنت الصادرات أجزاء طائرات وأسلاك كهربائية. كما تقدم المغرب بمشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية مع مشروع واي ديونز في الداخلة بقيمة 30 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة تحليل كهربائي 8 جيجاوات، على أن يبدأ الإنشاء بعام 2026. أما على بعد نحو 10 كيلومترات شمال شرق مدينة ورزازات في منطقة صحراوية تتمتع بأشعة شمس قوية معظم أيام السنة، يبرز مشروع نور للطاقة الشمسية على مساحة 3000 هكتار
كأكبر مجمع للطاقة الشمسية الحرارية بالعالم من حيث القدرة الإجمالية بتكلفة إجمالية تناهز 2.5 مليار دولار. يولد المجمع سنويا ما يكفي لتزويد أكثر من 1,000,000 منزل بالكهرباء، يقلل من انبعاثات الكربون بنحو 760 ألف طن سنويا، مما يدعم هدف المغرب للوصول إلى 52% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.